فاحنا دلوقتي بقالنا فتره لازم يبقى في افيهات. لا والافيهات جميله ما شاء الله. يخليك. انا عايزه ارجع معاك تاني، كابتن حلمي طولان ايه التغييرات اللي ممكن يعملها على التشكيل في مباراه السبت القادم ان شاء الله امام الامارات؟ انا هم بس 2 أو 3 حاجات. انا عايز قفشه يلعب اساسي ويثبته بلاي ميكر في خط النص لان كورته حلوه بيقدر يوزع. عايز مروان حمدي يبدا. يعني انا عايز قفشه ومروان حمدي. لما مروان حمدي نزل الموضوع اتغير خالص. كل الاتجاه لصالح الكره، لصالح الهجوم المصري. كور سريعه جدا ناحيه الليفت والرايت بشكل مخيف. مروان حمدي بيقدر اللي هو يلعب هيدنج ممتاز. من اسباب فوز بيراميدز عايز اقول لك بكل حاجه. مروان وجوده في الكور العاليه ده اضافه كبيره جدا. علي جبر كذلك انا عايزه يلعب برضه يبقى يركز كمان اكتر من كده. أيوه. ويطلع في الكره العاليه لان هو بيعملها كتير. يعني مش قديم، مش يعني لسه هيتعلم. كريم حافظ عايز يلعب. أيوه. يعني عايز كريم حافظ يلعب. اذا كان هتلعبه حتى هاف ليفت او باك ليفت يبقى محمد حمدي موجود. يعني هتلعب محمد حمدي باك ليفت يبقى تطلع قدامه كريم حافظ. دي التشكيله المثلى من وجهه نظرك طبعا. ومروان لازم يلعب اساسي وقفش اساسي في خط النص بلاي ميكر. ده مهم جدا. الهجوم ما هو مروان هيلعب هجوم، هيلعب 9. يعني انت شايف ان هو ينزل بديل محمد شريف من بدايه المباراه؟ لا محمد شريف ما يلعبش. معلش يلعب، يقعد دكه لان اهدر حاجات كتيره. يعني اهداف انا شايفها اهداف من وجهه نظري. بس وارد انه اي لاعب يبقى مش موفق في اليوم ده، مش عشان بقى الكلمتين اللي هو كان بيتكلم فيهم كابتن حلمي طولان. وعلى فكره الناس ربما قولوا الموقف. هو باين على وشه ان هو مش منفعل ولا اي حاجه، هو حاطط ايده على بقه فقط عشان الليبسنج بتاعه ما يتعرفش هو بيقول ايه. لكن هو ما كانش فيه اي انفعال خالص باين عليه خالص. هو حتى ده بان في التعقيبات بعدها ان هم كان بيقول ايه لكابتن حلمي. هو بيقول له انا كنت شايف ان انا مركز. واللي هو ممكن يلعب اكتر من كده. لكن هو ده برضو عايز اقول دي يعني روح عاليه من اللاعب. اي لاعب في الدنيا لما بيقعد دكه مهما كان مستواه هو طبعا حاجه مش مرضيه. لازم يلعب اساسي وعايز يثبت وجوده للمدرب، للجمهور، للبطوله ايا كان. لكن انا برضو برجع بقول القرار لحلمي طولان. أيوة. عايز يلعبه. انا بقول واحد قاعد هنا طبعا كل التوفيق ان شاء الله. عيننا بقى كمان دلوقتي على قرعه المونديال بالنسبه لنا بحضور جهاز المنتخب. هيبقى موجود في امريكا ان شاء الله بكره وهيحضر القرعه. بس انا عايزه العب